عمري ما كنت أتخيل إن يوم عادي زي أي يوم هيقلب كل أفكاري عن الناس. كنت واقفة مرعوبة والسباك جوه الحمام وصوت خبط غريب طالع من ورا الباب، وجوزي مسافر بقاله أسبوع في السعودية ومحدش معايا في البيت غير ربنا وأولادي الصغيرين. اللي حصل الصبح ده شيء مش هنساه أنا ولا هينساه جوزي لما قلتهوله، وأظن اللي هيسمعه كمان مش هينساه. أنا مش بتكلم عن فيلم ولا مسلسل، أنا بتكلم عن حاجة حصلت في شقتي الصغيرة في المرج الساعة 9 الصبح في يوم 4 عادي جدا. الصبح صحيت على صوت مروان بيصرخ من الحمام: ماما ماما، في مية بتطلع من تحت الأرض. جريت فتحت الباب ولقيت الحمام بيتحول لحمام سباحة صغير. المية بتطلع من تحت الأرضية، بطيئة في الأول بعدين أسرع وأسرع. البلاط البارد تحت رجلي والمية بتبلل أطراف البيجامة وأنا واقفة مش عارفة أعمل إيه. اتصلت بجوزي، مش رد. اتصلت تاني وتالت، بعدين رد بصوت تعبان: في إيه يا أم مروان؟ الحمام بيغرق يا عبد العزيز، في مية بتطلع من تحت الأرض. يا ربي، اتصلي بالجيران يجوا يشوفوه. الجيران مسافرين يا عبد العزيز والحاجة دلوقتي مش ناطرة. صمت. بعدين: نادي سباك من الشارع، أي سباك، بس ما تدخليش معاه لوحدك، خلي باب الشقة مفتوح وابقي في الصالة. قفلت الخط وأنا حاسة بإيد بتعصر لي قلبي. عبد العزيز راجلي ومش موجود، أنا في بيت فيه 3 ولاد أصغرهم 5 سنين والمية بتزيد وبتزيد. نزلت على الشارع بالبيجامة ووقفت على أول سباك. كان واقف جنب عربيته، جسمه كبير، بشرته سمرة، لابس جلابية زرقاء متلطخة بالشغل وفي إيده كوباية شاي. لما اتكلمت معاه اتلفت بنظرة ما عجبتنيش في الأول، نظرة بتقيم، بتاخد جردة. وأنا بشرح له عيني بتلف في وشه وأنا بحاول أقرر ده آمن ولا لأ. في مية بتطلع من تحت البلاط في الحمام. من تحت إزاي يعني؟ يعني من تحت الأرض، من تحت البلاط نفسه. حط الكوباية في العربية ومسح إيده في الجلابية. يا ستي ده مش بسيط، ده خط مية تحت الأرض انكسر، ممكن يكون محتاج يكسر البلاط. حسيت بحاجة بتنزل في معدتي. وبكام ده؟ نظر في وشي نظرة تانية مختلفة عن الأولى وقال: نروح نشوف الأول. طلع معايا، خليت الباب الخارجي مفتوح زي ما قال عبد العزيز، وفضلت واقفة في الصالة بتاعت الشقة وأنا أسمع صوت خطواته في الحمام. بعد شوية نادالي عليا: يا هانم، تعالي هنا لحظة. قلبي وقف. فكرت في كل حاجة ممكن تيجي في بال ست لوحدها في بيت وفي حد غريب. خطيت ببطء لحد باب الحمام ووقفت في الفتحة من بره. قربي شوية، عايزك تشوفي حاجة. اقتربت وأنا مسمرة. أشار لي على ناحية تحت الحوض. شايفة السيفون ده؟ أيوة، ده بقاله على وشك ما يسقط، لو سقط هيبقى فيه مشكلة أكبر بكتير من دي. نفست، يعني مفيش حاجة غير الشغل. نظر حواليه في الحمام، في الحيطان، في السقف، في التيل اللي بيلف على المواسير، وسكت. بعدين بدأ يشتغل. صوت خبط وصوت عدد وأنا في الصالة بساعد مروان في واجبه وعيني على الباب. مرة جه يملى دلو من المطبخ وأنا في الصالة، وفي الطريق لاحظت عينيه بتاخد جردة للشقة من غير ما يقصد. الأثاث القديم، التلفزيون اللي شاشته فيها خط من 2 وما غيرناهاش، الستاير اللي بهتت، الحيطان اللي محتاجة دهان من زمان وما لحقناش. مش بيتفرج بالفضول، بيتفرج بالفهم، زي حد بيقرأ كتاب مش بيطلع في أوضة. شاله وراح. بعد ساعة ونص نادى عليا تاني: خلصت يا هانم؟ دخلت. الحمام نظيف، المية وقفت، السيفون اتعدل، وفي حتة في الحيط كان في بقعة بلة قديمة لقيتها اتعملت لها حاجة من حاجاته. والله تسلم ايدك، بكام يا عم؟ نظر في وشي: ايه، زوجك مسافر يا هانم؟ ايوه، في السعودية. بيبعت كويس؟ معرفتش ارد، معرفتش ايه اللي يقوله ده. أنا سألت عشان الشقة محتاجة حاجات كتير يا هانم، ومعروف إن اللي جوزها مسافر بتتحمل لوحدها لحد ما يرجع، أنا فاهم. فتح شنطته وأخرج معاه قطعتين غيار كانوا معاه وركبهم من غير ما يقول حاجة. بعدين قام يغسل إيده في الحوض وجففهم. خلاص يا هانم. قولي بكام؟ ولا بقرش. حسيت إن في حاجة وقفت في زوري. لا يا عم، ده مش صح، أنت اشتغلت ساعة ونص، وأنا شايفك اشتغلتي أكتر مني. وابتسم لأول مرة، ابتسامة من عينيه مش بس من بقه.
أنا عندي ولاد زي ولادك وربنا بيجازي. أخد شنطته ومشي. قبل ما يوصل لباب الشقة وقف. تحت الحوض في الدولاب الصغير اللي على الشمال فيه قيش هتلاقيه، حطيته هناك ومشي. وقفت ما بتحركش لثواني، بعدين مشيت للحمام. فتحت الدولاب الصغير على الشمال، لقيت ورقة مطوية وتحتها 150 جنيه. الورقة كان مكتوب عليها بخط ما تعلمش كتير: ربنا يعين. جلست على أرضية الحمام وبكيت. اللي شفته النهاردة فكرني بحاجة اتنست، إن في ناس في بلدنا لسه بتشوف بعين تانية، مش عين الاستغلال ولا عين الفرصة، عين الشهامة الحقيقية اللي ما بتتكلمش وبتعمل. إن جبر الخواطر مش بس بالفلوس، أحياناً بيبقى بموقف غير متوقع من حد ما كنتيش تتوقعيه. أنا معرفتش اسمه، معرفتش رقمه، اتمنيت أعرفه عشان أقوله إنه غير حاجة في جوايا النهاردة، بس أظن إنه ما كانش محتاج يسمع الشكر. هو اتصرف كده لأنه ده هو، مش لأنه كان عايز حاجة. قصة حقيقية زي دي بتعلمنا نبطل نحكم على الناس من شكلهم أو من هدومهم أو من شغلتهم. أسرار البيوت كتير، وحياة الناس أصعب من اللي بيظهر، بس في وسط الصعب في ناس بتختار تعمل الصح. ربنا يكرم كل بيت فيه إيد بتعطي من غير ما تنتظر، وربنا يعين كل ست بتتحمل وبتستنى جوزها يرجع. لو الفيديو ده وصلك بحاجة، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تصحى لقصص حقيقية زي دي كل يوم. وسيبلي في الكومنتس إيه أغرب موقف وقفت فيه مع حد غريب وفاجأك بحسن نيته. قعدت على أرضية الحمام ورجلي مش شايلاني. الصور مبلولة وطينة، وعين عبد العزيز في الصور كأنها بتعاتبني. عم راجب السباك فضل واقف مكانه، عينه بتلمع بدموع ما كنتش متوقعة من راجل بقوته دي. قال لي بصوت واطي ومبحوت: يا مدام، ربنا أراد يفك الكرب ده النهاردة. المية اللي أغرقت شقتك كانت هي السبب إننا نكسر في المكان الغلط ده ونطلع المصيبة دي. لو كانت السباكة سليمة، كان العمل ده فضل ياكل في عيشتكم وفي صحة جوزك لسنين وسنين. مسك الشنطة بحذر وطلب مني أجيب جردل المية وملح. فضل يقرأ آيات من القرآن بصوت هادي وهو بيفك العقد اللي في القماش المبلول، وأنا واقفة وراه جسمي كله بينتفض وبفتكر كل المشاكل اللي حصلت في البيت السنتين اللي فاتوا: ضيق الرزق، خناقاتي مع عبد العزيز من غير سبب، التعب اللي كان دايما بيلازمه لما يرجع من السفر. كل ده كان مستخبي ورا الحيطة دي. لما خلص بصلي وقالي: خلاص يا بنتي، ربنا سترها. قعدت على أرضية الحمام ورجلي مش شايلاني. الصور مبلولة وطينة، وعين عبد العزيز في الصور كأنها بتعاتبني. عم راجب السباك فضل واقف مكانه، عينه بتلمع بدموع ما كنتش متوقعة من راجل بقوته دي. قال لي بصوت واطي ومبحوت: يا مدام، ربنا أراد يفك الكرب ده النهاردة. المية اللي أغرقت شقتك كانت هي السبب إننا نكسر في المكان الغلط ده ونطلع المصيبة دي. لو كانت السباكة سليمة، كان العمل ده فضل ياكل في عيشتكم وفي صحة جوزك لسنين وسنين. مسك الشنطة بحذر وطلب مني أجيب جردل مية وملح. فضل يقرأ آيات من القرآن بصوت هادي وهو بيفك العقد اللي في القماش المبلول، وأنا واقفة وراه جسمي كله بينتفض وبفتكر كل المشاكل اللي حصلت في البيت السنتين اللي فاتوا: ضيق الرزق، خناقاتي مع عبد العزيز من غير سبب، التعب اللي كان دايما بيلازمه لما يرجع من السفر. كل ده كان مستخبي ورا الحيطة دي. لما خلص بصلي وقالي: خلاص يا بنتي، ربنا سترها. أنا هقفل الحيطة دي وهصلح كل حاجة، والشنطة دي أنا هاخدها أتخلص منها بطريقتي بعيد عن هنا. حاولت أديله فلوس، رفض بشدة وقالي: فلوس إيه يا ست هانم؟ أنا النهاردة ربنا استخدمني عشان أفك كرب، وده أجره عند ربنا أكبر بكتير من أي مليم. مشى عم رجب وساب البيت هادي، هدوء غريب ما كنتش حاسة بيه من سنين، كأن في جبل انزاح من فوق صدري. لما كلمت عبد العزيز وحكيت له، فضل ساكت دقيقة كاملة، وبعدين سمعت صوت بكاء في التليفون. قال لي: يا أم مروان، أنا النهاردة بس حاسس إني اتولدت من جديد. الصداع اللي كان في راسي راح، والضلمة اللي كانت قدام عيني اختفت. يا جماعة، أسرار البيوت كتير، والشر ممكن يكون مستخبي في مكان غلط إحنا مش واخدين بالنا منه.
بس دايما ربنا بيبعت إشارات، بيبعت سباك غريب أو ماسورة تضرب عشان يخلينا نكتشف الحقيقة. القصة دي مش بس عن سباكة، دي عن الستر وعن إن ربنا ما بيضيعش حق أحد أبداً. لو القصة دي أثرت فيك أو حسيت بجمال ستر ربنا، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وسيب لي في الكومنتات هل حصل معاك قبل كده موقف غريب كان سببه إشارة من ربنا عشان ينقذك من مصيبة؟